ايطاليا اجوال ساذجه جدا، لا يعني اخطاء فرديه ليست اخطاء في التكتيك او في اللعب. ماتش برجوي برضو اخطاء في التمركز واخطاء فرديه. فاتمنى ان الاخطاء الدفاعيه بالتحديد بكره، عشان كده انا قلت لحضرتك ان لازم يبقى في كثافه عدديه في نص الملعب عشان يقلل الضغط على الخط الخلفي، يبقى هنا في مساحه للخط الخلفي انه يضغط. لو اتفرجنا على ماتش الكوره النهارده تلاقيه بيضغط في كل حته في الملعب، خاصه الشوط الثاني بواحد وباثنين وبثلاثه، لان الساتر الدفاعي مهم جدا، والتغطيه والترحيل في الكره الدفاعيه مهمه جدا في الوقت الدفاعي. نعم. علاوه على العكسيات اللي احنا لا نوجدها وعملتنا مشكله في الماتشات اللي فاتت. فاتمنى ان يكون الجهاز الفني يبقى عمل حسابه على الكلام دوت ودرب اللعيبه اللي فاتوا. لكن انا واثق من منتخبنا باذن الله، وانا شايف بعد خروج برجواي وخروج اسبانيا العمليه ممكن تبقى مفتوحه بالنسبه لنا وبالنسبه للامارات ان شاء الله. كابتن، بعد مباراه ايطاليا ومصر اشاد موقع الاتحاد الدولي لكره القدم باللاعب بوغي وقال انه سحق ايطاليا، والسؤال من يسحق كوستاريكا غدا؟ طلعت وبوجي وعفروتو وكل منتخبنا ان شاء الله باذن الله. 11 راجل في الملعب، ليس له بديل غير المكسب باذن الله. 90,000، وانا شايف الورقه الرابحه في هذه البطوله بالنسبه لنا احنا كمصريين هو الجمهور الكبير اللي بيحضر المباراه. زي ما قلت قبل كده 60,000 و70,000، واعتقد ان ممكن العدد يتضاعف بكره، لان مباراه مهمه لا تقبل القسم على اثنين، ليس لها الا الفوز باذن الله والتوفيق من عند ربنا. فان شاء الله الدعم الكامل كله من الشعب المصري لمنتخب مصر ومنتخب الامارات بعد باذن الله. كابتن، قرات في صحيفه الاهرام قبل ايام خبر يقول لولا تدخل هاني رمزي ومحمد الصيفي وكذلك فكري صالح مدرب الحراس طبعا في طريقه لعب وتشكيل المنتخب المصري لاصبحت الصوره خاليه من الافراح. اذا الكفاءه المصريه موجوده، لماذا الخواجه الاجنبي؟ يعني انت دست على الوتر الحساس. يعني احنا معظم انجازاتنا سواء في المنتخب الكبير او المنتخبات الصغيره كلهم مصريين، يعني كلهم حسن شحاته، ومع احتفاظ بالالقاب حسن شحاته زميل وشوقي غريب والكابتن جوهري والكابتن شحته وكابتن هاني مصطفى والكابتن ابو العز وكابتن حسن وهاني رمزي موجود دلوقتي. لكن احنا للاسف احنا عندنا عقده الخواجه. لكن خلينا اليوم تثبت ان المدرب المصري لا يقل كفاءه عن المدرب الاجنبي، واعتقد ان الرؤيه بتاعت هاني رمزي كانت هي الافضل بدليل التغييرات اللي حصلت في المباراه الثانيه. نعم. لكن في الاخر احنا كلنا بنتعلم، وزي ما انا بقول يعني ما يحق ظهرك الا ظفرك، اللي هو حد منك يعني جزء منك. لكن ده اتحادنا ولازم نمشي وراه، ولازم نعترف باللي هو بيقرره سواء مدرب اجنبي او مدرب مصري. في الاخر منتخب مصر هو نعم. اللي يهمنا في الاخر سواء مدرب مصري او مدرب اجنبي. طب بقاء مباراه مصر كابتن في القاهره مؤشر او امر ايجابي بالنسبه للفريق المصري وعدم نقلها الى اي مدينه مصريه اخرى؟ لا، ما احنا اول المجموعه، وبعدين الاتحاد الدولي اتفق مع الاتحاد المصري بحكم الجماهيريه الطاغيه في البطوله ان لو المنتخب المصري وصل الادوار النهائيه هيلعب في القاهره، سواء بقى اذا كان في استاد القوات المسلحه او في استاد القاهره. فاحنا طلعنا اول المجموعه، يعني فضلنا في ملعبنا اللي هو استاد القاهره، وده متفق معاه في اللائحه. واذا كنا لا قدر الله طلعنا ثالث كنا نعم. برضه هنلعب في القاهره، بس يعني على حدود القاهره بره شويه. شكرا يا كابتن. طبعا الكثافه الجماهيريه زي ما انت شايف حضرتك نعم. غير طبيعيه. متشكر جدا. اذا من القاهره مصطفى يونس لاعب منتخب مصر السابق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. السؤال: كيف ينظر الشارع الرياضي المصري لمباراة مصر ومنتخب كوستاريكا؟ التفاصيل في تقرير ظفر الله المؤذن من هناك. الشارع الرياضي المصري على أحر من الجمر هذه الأيام، حالة من الغليان تترجم القلق الذي ينتاب عشاق المنتخب الأول والذي يستعد لزامبيا في مباراة مصيرية، وعين أخرى على منتخب الشباب الذي يأمل العبور إلى نصف نهائي كأس العالم من بوابة كوستاريكا. أمل ممزوج بالتفاؤل والحذر وشيء من الخوف. الفوز بإذن الله 3-1. لا يجيب الأجوان محمد طلعت 3 بإذن الله 3-0 4-0 إن شاء الله. مين هيسجل؟ عفروتو. لا هيسجل محمد طلعت. بوجي محمد طلعت 2-1 إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله هناخد الكاس باذن الله. مع بوجي انت؟ نعم 2 ان شاء الله باذن الله. هنفوز الاول ماتش 2-1. احنا كلنا مع بوجي، بنحب بوجي. ان شاء الله بوجي.
عشان بوجي ياخد فرصته. الإعلام المصري والذي رفع من سقف اهتماماته بعد أن أدرك منتخب الشباب الدور الثاني أصبح يعلق آمالا كبيرة. أنا أعتقد أن المنتخب المصري قادر على التعامل مع هذا الفريق لسبب، لأن هناك فوارق كبيرة جدا من بينها المنتخب المصري يعني هو على قمة المجموعة الأولى، أما المنتخب الكوستاريكي في ثالث المجموعة الخامسة. أعتقد هناك فوارق أيضا في المنتخب المصري أحرز 9 أهداف وعليه 4. وفي انتظار مباراة الحسم أمام كوستاريكا فإن مصر كلها ستكون في استاد القاهرة لتحقيق حلم العبور يوم 6 أكتوبر ذكرى تحرير سيناء. حالة مزدوجة من القلق والتوتر والترقب في الشارع الكروي المصري، وتبدو انشغالات كبيرة وخاصة مباراة زامبيا، ولكن مباراة كوستاريكا في مونديال الشباب هي الأهم الآن. ظفر المؤذن، القاهرة العربية. نتواصل مع أجواء بطولة كأس العالم للشباب، حيث الإقبال الكبير من الجنس اللطيف على حضور المباريات. لطف الزعبي والتفاصيل. ارتفعت بشكل لافت نسبة الإقبال الجماهيري من الجنس الناعم لحضور كأس العالم للشباب في مصر. الأمر أصبح مألوفا. تواجد الفتاة في الملعب، جو التشجيع نفسه بيبقى جامد جدا، وبتحب قوي ان انت تشجع المنتخب بتاعك يعني، فبتبقى الروح حلوة قوي يعني، عشان نفسي اشجع مصر يعني. في الملعب يجدن أجواء مختلفة ويعبرن عن فرحهن بصورة فيها الكثير من الانفعال بعيدا عن ضغط الأسرة والزوج والمنزل. مين معك في الأسرة؟ الأسرة كلها موجودين. كل الأسرة؟ إن شاء الله. أيوة. طب بتلاقوا مكان ترتاحوا فيه داخل الاستاد؟ الاستاد 10/10 هنا. يعني في أماكن خاصة للعائلات؟ لا كله مع بعضه. كله مع بعضه؟ إن شاء الله. طب ما بتخاف على الأسرة اللي معك، على أولادك؟ لا طبعا لا. التشجيع يعبر عنه بأشكال عديدة، فالهتافات لابد أن تكون مصحوبة بحمل العلم، وهذا شيء أساسي، وارتداء بعض المجسمات للآثار المصرية ورسم علم مصر على وجوههم. بصراحة كل حاجة كويسة جدا، والناس بتتعامل معانا بذوق كويس قوي وفي نظام الحمد لله. البعض وجد هنا فرصة للاستثمار بطباعة قمصان باللون الأحمر مكتوب عليها كلنا نحب مصر. أنا بشجع مصر 2009، يعني الشباب اللي تيجي تحضر المباراة بدل ما بيجي بلبس تقليدي لا يجي باللبس ده اللي هو يدي الحماس للفريق، وكلنا بنشجع مصر. واحنا عامل يعني 450 وحدة بس يعني انا بقول مبدأ كده، يا رب النهارده يتباعوا كلهم، لو اتباعوا كلهم هنعمل تاني ان شاء الله. وقفة إعلانية وبعد ذلك نتابع. الإمارات تسعى للإنجاز أمام منتخب فنزويلا. أول فوز لنادي النصر في الدوري السعودي لكرة القدم. يتعافى العالم ببطء من نيران الأزمة الاقتصادية التي يجب أن ينهض جيل النمو القادم من رمادها، ولكن البداية الجديدة ستحتاج قيادة عظيمة كعقول الخبراء الدوليين، ومن ضمنهم ديسمين توتو، ديفيد بلوف، كاري هامل، بنجامين زاندر، ونائب الرئيس الأمريكي السابق آل جور. كن جزءا من هذه البداية الجديدة في قمة قادة منتدى دبي الاقتصادي في 26 و 27 من أكتوبر 2009.
أهلا بكم من جديد مع نشرة أخبار الرياضة، ونبقى مع بطولة كأس العالم للشباب، وفيها يواصل المنتخب الإماراتي الاستعداد لملاقاة منتخب فنزويلا في الدورة الثانية يوم الأربعاء المقبل. ويأمل أبناء الإمارات تكرار إنجاز منتخب العام 2003 الذي وصل إلى الدور ربع النهائي في أفضل نتيجة للمنتخبات الإماراتية في هذه البطولة العالمية. لفت المنتخب الإماراتي الأنظار بتأهله لدور 16 بعد احتلاله المركز الثاني خلف المجر في المجموعة السادسة، وهو يستعد لمواجهة فنزويلا الأربعاء. الوفد الإماراتي الذي يقيم في الإسكندرية أبدى ارتياحا كبيرا من التواجد والتشجيع المصري الذي رافق منتخبه في مساندته والوقوف إلى جانبه مع الجالية الإماراتية في القاهرة والجماهير التي حضرت خصيصا إلى الإسكندرية. أنا كنت في السويس لإجراء الترتيبات الاحترازية في حالة المركز الثاني أو الثالث. التقيت برئيس المجموعة وبروابط المشجعين في السويس وبالناس، الأمور كلها طيبة، ووعدوني في حالة تواجد الإمارات في السويس حيكون الملعب 42,000 كلهم إمارات. هذا الدعم المعنوي من الجماهير الإسكندرانية للمنتخب الإماراتي جعله يعيش هنا وكأنه يلعب على أرضه. هم يعني مش حاسين ان هم في بلد غريب، واحنا مش حاسين ان دول الإمارات، هم جزء مننا لا يتجزأ. العالم واحد فعلا مقلوب على 2، إمارات مع مصر. الحمد لله كل الإمكانيات ميسرة، بس أنا الحقيقة بستغرب ان لما بدخل على مواقع إماراتية بستغرب من المكتوب في من بعض الأقلام، للأسف مش موجودين هنا. الأقلام اللي بتكتب موجودة في الإمارات، ما شافوش هنا. يعني ناس كتبت إنه في شكاوي في الفندق، أنا عايز أعرف فين الشكاوي. وعن مستوى المنتخب الإماراتي هناك إطراء كبير حصل عليه نجوم شباب الإمارات من النقاد والمحللين، ويبدو أن الأمل موجود للعرب خصوصا بعد خروج بعض المرشحين للقب مثل المنتخب الإسباني. الإمارات عندها حارس مرمى وخطين، خط وسط وخط ظهر كويس جدا، بينقصهم راس حربة سريع يقدر يخلص شغلهم. فيهم أحمد خليل إنما يعني نرجسي شوية، بيلعب لحسابه الشخصي فبيضيع فرص كتير جدا ومجهود زمايله. أتمنى الإمارات إن هي يكون عندها راس حربة سريع. لكن لو كتب لمصر أن تقابل الإمارات فكيف سيكون الحال؟ وهل تبقى الجماهير المصرية وفية بدعمها أم هناك رأي آخر؟ والله شعب هو لعب كورة، يعني فزنا ولا خسرنا لعب كورة، وإحنا أخوان مهما يكون تأهلت مصر ولا نحن، فنحن نشجع أي واحد أي فريق عربي كان. الأهم بالتأكيد طبعا وجود منتخب مصر ومنتخب الإمارات في الدور الثاني، هاي يعطي دفع كبير بالنسبة للكرة العربية. نتمنى لها أن تواصل وأن تذهب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة. المنتخب الإماراتي الذي تأهل لمواجهة فنزويلا بعدما شق طريقه بنجاح وضمن مقعدا في دور 16 يؤكد أن خلفه إدارة قوية في اتحاد الكرة الإماراتي قادته لهذا الإنجاز ومنحته فرصة كبيرة من الإعداد الجيد، والفرصة مواتية أمامه لدخول التاريخ. لطفي الزعبي، العربية، الإسكندرية. للمزيد عن منتخب الإمارات من جديد أعود للناقد الرياضي سامي الإمام. سامي، كيف تنظر إلى مباراة الإمارات مع منتخب فنزويلا؟ من ترشح للفوز؟ والله أثبتت نتائج اليوم يمكن أنه صعب أن تتوقع من يفوز على من. على الورق شيء وعلى الملعب شيء آخر، ولا كبير ولا صغير في عالم ولا كبير. ويمكن مثل ما قال الكابتن مصطفى يونس قبلي، الكرة تعطي لمن يعطيها في الملعب. أحيانا طرد لاعب، التحام قوي يؤدي إلى طرد لاعب يغير مجريات المباراة كلها. أعتقد أنه مباريات الدور 16 والثمانية تقام بنظام خروج مغلوب، وكأنها هي مباراة نهائية، كأنك تلعب على نهائي البطولة. فيجب اللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم، ويجب اللعب بحذر بدون اندفاع، لأنه كل ما كان اللعب ضمن منظومة وبالتزام بتوجيهات المدرب كل ما كان الأداء أفضل. الفردية قد تقتل الفريق. نقاط القوة والضعف لدى كلا المنتخبين أين تكمن؟ بالنسبة للمنتخب الإماراتي يمكن برغم دخول 4 أهداف عليه في 3 مباريات، هندوراس الوحيدة اللي ما سجلت عليه، بس أعتقد أنه خط دفاعه هو أفضل من باقي الخطوط. نعم. الحارس ربما ما ظهر بالمستوى الممتاز، لكن كخط دفاع كرباعي الدفاع جيد. أعتقد أنه هم عندهم